في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوهم إيش؟ أعوانا وأنصارا ويعني ردءا لكم وتجعلونهم بطانة لكم من دون إخوانكم المؤمنين، فيجب عليكم أن تقطعوا ذلك كله. وقال بعضهم أولياء بعض. هل المقصود بعض هؤلاء أولياء بعض يعني من اليهود والنصارى أولياء نعم. اليهود والنصارى نعم. أو أن اليهود أولياء اليهود والنصارى أولياء النصارى؟ هذا أقرب. ويمكن أن يقال بعضهم أي اليهود والنصارى أولياء بعض عليكم. في عداوتكم. نعم. وهذا واقع وصحيح. نعم. وهذا نعم. واقع وصحيح، فإنهم بينهم من العداوة شيء عظيم جدا، لكن إذا كانت عداوتهم لأهل الإيمان اتحدوا واتفقوا على استئصالهم يعني أذاهم. وكأن معناها أن بعض المسلمين قد يتخذ بعض اليهود أو بعض النصارى حلفا أو حليفا أو وليا يستنصر به على إخوانه من النصارى أو اليهود. نعم. ويظن هذا وقع في الطوائف بالضبط في الأندلس. نعم. في عهد الطوائف كان وقع أن يستنصر أمير مثلا منطقة مثلا أمير قرطبة على أمير غرناطة، ويستنصر بمن؟ بنصارى. فيأتي النصارى ويعينونه حتى إذا أزاحوا صاحبه أزاحوه معهم. مالوا عليه لأن القوة معهم. صدقت. بدل أن يتقوى هو وأخوه على النصارى انعكست. ولهذا من أكبر أسباب سقوط الأندلس هذا الفعل. والله يستر على ما نراه اليوم. مخالفة صريحة لأمر الله هنا. صحيح. نعم. في قوله بعضهم أولياء بعض، هذا تهييج لنا على ألا نتولاهم، هذا واحد. الثاني وعيد، قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. وهذا الوعيد ينبغي للمؤمن أن يقرأه بهذا الظاهر. أما تفصيل الحكم فهذا يكون عند العلماء، لكن ينبغي أن يشدد في هذا الأمر ويقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. ثم جاء بثالث فقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا حكم عام. وهذا حكم عام ينسب فيه من تولى مثل هؤلاء إلى الظلم والعياذ بالله. وفعلا هو ظلم ويفضي إلى الظلم. فانظر إلى هذه الثلاثة جاء بها ربنا سبحانه وتعالى ليبين لنا خطورة تولي هؤلاء الكفار والركون إليهم والاستعانة بهم ومعاونتهم ومناصرتهم واتخاذهم إخوانا وأعوانا وخلان ونصراء. فليحذر أهل الإسلام من ذلك.